عملية تنفيذ ركلات الجزاء. إذا يسري بوصو في عملية التنفيذ ركلة جزاء لفريق وأولا من جانب الرشاد من طرف يسري بوصوف من نقطة الجزاء، هدف في حدود دقيقة 39 ولا تتفاعل من جانب كل مكونات فريق الرشاد من منذر لطرف شباب فريق الرشاد كي ساعدها بهذا الهدف الذي ياتي في آخر دقائق الجولة الأولى من التنفيذ من جانب يسري بوصوف الذي يسجل ثاني ركلة الجزاء وهذا الموسم الرياضي ويرفع حصيلته التهديفية ل3 أهداف. تغير إذا نتيجة الدرب بهدف دون مقابل ستمنح أو قد تمنح لنا مباراة أخرى بين رغبة الوداد الرياضي لتعديل النتيجة والبحث من أجل العودة وبين الرغبة